هو أنا بيتي نضيف، بس للأسف ظهر عندي باقي الفراش. كتير من الناس بيسألوا أنا عندي دلوقتي باقي الفراش أو أنا عندي مثلًا حشرة معيّنة مع إن أنا بيتي نضيف، هل النضافة ليها علاقة بالآفات؟ عشان نجاوب السؤال ده هنقسّم الآفات 3 أجزاء، في آفات ما لهاش علاقة خالص بالنضافة، زي مثلًا مين؟ زي باقي الفراش، وزي عندي مثلًا الناموس، تمام؟ دي ما لهاش علاقة خالص بأي نوع من أنواع النضافة، ده أنا ممكن يبقى عندي ترعة موجودة في مكان بعيد، أو عندي مثلًا مسطح أخضر مش بارُشه باهتمام أو حاجة، زي مثلًا نجيلة أو حاجة زي كده، ويبدأ من خلاله يبقى عندي الناموس أو إن هو يبيض فيه، تمام؟ ده بالنسبة الآفات دي أو الcategory ده. وعندنا category تاني بنقول عليه إن الآفة نفسها ما بتتأثّرش بالنضافة، بس البيئة الموجودة بتساعد في إنها تتكاثر، زي مثلًا مين؟ زي مثلًا عندنا النهارده الفيران، وزي عندنا مثلًا النهارده التعابين. الcategory التالت ده اللي خاص بالنضافة، ده زي مثلًا مين؟ زي عندي الصراصير والنمل. الصراصير والنمل دايمًا بتتغذى على بقايا الأكل، لو أنا عندي بقايا أكل كتير موجودة عندي في المطبخ، ده ساعتها أقول إن ده بيساعد إن الآفة دي تبقى موجودة عندي. لكن باقي الفراش ما تقلقيش، باقي الفراش ما لوش أي علاقة خالص بالنضافة. حضرتك بيت نضيف، بيت مش نضيف، بيت بيتروّق كل يوم، ما بيتروّقش كل يوم، الparasites أو المتطفلات عامةً بشكل عام ما لهاش علاقة خالص بالنضافة. أنا النهارده عندي طفيل، عندي آفة أو حشرة موجودة أنا العائل بتاعها اللي بتتغذى عليه أو بتتعايش عليه، تبقى موجودة يعني أو بتتغذى أو مصدر أكلها الوحيد هو الإنسان أو مثلًا الحيوان. كل الآفات دي ما لهاش علاقة خالص بالنضافة، زي مثلًا النهارده الأوراد اللي موجود في الكلاب، برضه ما لهوش علاقة خالص بالنضافة. البراغيث اللي بيبقى موجودة في القطط والكلاب برضه ما لهاش علاقة خالص بالنضافة. يبقى 3 الآفات دول لو لقيتيهم عندِك في البيت اعرفي إن دول ما لهمش علاقة بالنضافة، الأوراد والبراغيث باقي الفراش. ال3 آفات دول ما لهمش علاقة خالص بأي نوع من أنواع النضافة، ومهما تحاول تروّق أو تنضّف أو تضبّط سريرك ما لهوش علاقة خالص بيه، ولا هيقلل من أعداده ولا هيزوّد منها ولا هيعمل أي تأثير خالص. ده محتاج مكافحة علشان خاطر أقدر أقضي عليه.